تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده انتم ووليداتكم. اليوم غنشارك معكم طاكوس. دابا غنبدا مع العجينه ديال طاكوس. يعني هنايا عندي واحد نص كيلو ديال الدقيق فرش رطب، وهذا نتوما على حسب افراد العائله، كل واحد شحال بغا يدير، كيلو كل واحد يدير نص، بغيتي ديري 2 كيسان عندك قليل شحال ما بغيتي. عندي هنا نص كيلو ديال الفرش رطب، عندي هنا واحد الخماره، واحد معلقه ديال الزبده وشويه ديال الملحه، عندي واحد نص كاس ديال الزيت وشويه ديال معلقه ديال الخل والماء. وإلا عندك هذا سميتو حليب بودره ديريه، ما كاينش صافي ماشي مشكل. دابا غنبدا العجينه بسم الله. غندير هاد الخماره هي الاولى، غندير هاد الملحه مع الزبيده، هنا غندير الزيت، وغندير واحد المعلقه ديال الخل، جات معلقه باش يجي العجينه ديال طاكوس كتجي شويه رطبه. ودابا غنعجن بالماء، نخلط هذا الزيت بعدا بسم الله. ايوا كيعشقوه الوليدات، علاش ما نديروهش في الدار؟ ساهل، ناخذوه 30 درهم. لا ما كتاخدي كديريه 12 ولا كثر كيتقول اقل من داك الثمن. ودابا انا جمعت العجينه ديالي، دابا غندلكها مزيان ونرجع معكم عاد نقطعها معكم بلاتي باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. وبعد ما رتحت ليا العجينه خليتها حتى رتحت ليا مزيان وقطعتها كويرات بحال ما هكا. ودابا راه كنقرصها كامله، ها هي كي كان السمك ديال الرقيق، هاش كنلعب بها كي بغيت. ها هما عندي هادو هنايا، وغنكملها كامله وعاد غنمشي نطيب معكم. ها هي كنبدا كنطلقها كل العجينه اللي عندي حتى كنكملها ونمشي عاد نمشي نطيبها. وانا غنرجع عندي هنايا الطريفه ديال الدجاج، هكا ديال الصدر، قطعتهم بحال ما هكا طوالين بحال ما هكا نعمر بهم. هنا قطعت معاهم واحد البصيله، وغندير واحد شويه ديال الزيت بسم الله، شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل كنخليهم حتى الاخر باش ما كيتحرقش ليا العطريه. وهنا عندي الكفته حتى هي جبتها فيها العطريه ديالها، فيها شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الربيع والملحه. هنا غنشحرها حتى هي مع بشويه البصله، غنشعل عليهم البوطه، ندير لها شويه ديال الزيت. وبالنسبه للتوابل تنسالي تنشحرهم مزيان عاد كنديرها باش ما كتحرقش ليا العطريه. وهنا معكم اخواتي، هنا بديت كنطيب في العجينه ديالي في الخبز ديال الطاكوس. ها هي غير شويه ما تحمراش بزاف، غير شويه بدا يبانوا فيها داك النقيطات حمرين صافي كنحيدها. وها هي البطاطا عندي هنا كتقلى باش غنعمر حتى هي كنقليها دابا. وهانتوما معايا خويتي زيد نكمل. وبالنسبه للتوابل هنا عندي معلقه ديال الفلفل الحمراء، معلقه ديال الخرقوم، نفس المقادير اللي غندير هنا في الدجاج غندير هنا في الكبسه بحال. هنا واحد شويه ديال البزار تقريبا نص معلقه، وسكينجبير حتى هو نص معلقه، غير صغيره ماشي معلقه كبيره. نفس التوابل غنديرهم حتى في هنايا في الكبسه صافي. وغنشحرهم نكملهم التشحار مزيان. ودرت هنا شويه ديال الثومه وهنا شويه ديال الثومه. هنايا حكيت دريسه ديال الثومه، اللي عنده ثومه بودره يديرها مطحونه. وهنا هنا خوتي الخبز ديال طاكوس كيجا، كيجي غزال ما تخافيش منه، كطوي كي بغيتي، ما كيتغرف ما والو. العجينه ديالو ناجحه معاك كيجي زوين. هنا ها البطاطا ديالي اللي قليت، وهنا الكفته عندي، وهنا هذاك الدجاج، طريفه ديال الدجاج، هذا داك الفرماج هذا المربع ديال ساندويشات هذا. وهنا عندي هاد الصوص، هادي صوص الجيريان، واللي كيفضل شي صوص يديرها. انا كنفضل هادي حيت شويه حاره كتعجبني. وهنا هذا المايونيز صوبته غير بيدي، ما كنشريش ثقيل، ما كنشريش. وهنا عندي شويه ديال الهريسه بالنسبه اللي كيبغي الهريسه. ودابا غنبدا نعمر بسم الله على بركه الله. عندي شويه ديال المايونيز هو الاول من التحت، وغندير هاد الصوص بسم الله.
وهنا غندير الكفته. انا كنديرو على شكل طولي، كيعجبني هكا نديرو ديال السطوال، شوف كنبقاش في الاخر عاد نعاود. هنا غندير شويه ديال الدجاج، انا كنديرها بيدي غير عشوائيه، كنبقى ندير بالمعلقه ما نعرفش. وهنا غندير البطاطا، ولات البطاطا ديالي بحال هكا، كندير على شكل طولي باش كيجيني نيشان. البطاطا الطويه كتجيني هي هذيك، مبقاش عاد نعاود الطوي. هنا غندير شويه ديال الحار، اللي بالنسبه لي كيبغي الحار، شويه ديال الحار، شويه ديال الصوص، وهنا غندير واحد ديال الساندويش مشات حليتها مشات غنقطعها بحال هكا. ولا عنده الفرماج الاخر امكانيات ماشي مشكل، حتى هو زوين كيجي زوين. انا غندير غير هذا ديال الساندويش. وهنا بسم الله غنطوي معكم، انا ندير لكم الطويه ديال كل واحد وكي كيعرف الطويه ديالو. انا كنطوي هاد الراس هو الاول، عاد كنطوي هاد الجنيبات. ايوا ها طاكوس ديالنا واجد، وكنقلبو بحال هكا. وانا غنكمل هذا الشيء اللي عندي هنا كامل ونرجع معكم. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه ديالي اللي درت وتجربوها. جا غزال والله حتى جا غزال، يجي زوين بالنسبه للوليدات هكا المدرسه وداك الشيء. والله حتى جا زوين وجا بنين وجا رائع. ونتمنىكم تجربوا هاد الطريقه هذه. وإلا عجبكم الفيديو ديالي اخوتي ما تنسوناش بالبارطاج واللايك وشي بصيمه. الله يسهل عليكم، الله يخلي لكم صحتكم ووليداتكم.